النهارده كنت بقدم على فيزا شنجن، فخليني في الفيديو ده اقول لكم كل التفاصيل وكل الاوراق اللي انا قدمتها وايه اللي انا كتبته بتفاصيل التفاصيل، لان انا عملت فيديو قبل كده عن التقديم من فيزا شنجن وهتلاقوه فوق هنا. ولكن في الفيديو ده انا عايز اكلمكم على الورق اللي انا عملته والميعاد في قد ايه وخدت وقت قد ايه، وهحكي لكم بالظبط الورق والتفاصيل اللي انا كتبتها والميعاد لما رحت ايه اللي حصل. وبرده لما استلم الباسبور هعمل لكم ابديت واقول لكم، لان المره دي غير كل مره. انا كل مره كان بيجي لي فيزا شنجن لمده شهر، انا عندي 3 فيزا شنجن. المره دي انا قدمت عليها 5 سنين. فخليني اقول لكم الاجراءات. ده كل الورق اللي انتم محتاجينه لو عايزين تعملوا سكرين شوت. انا بعمل تشيك ليست، وكل ما اجهز ورقه او اكتب ورقه بعمل عليها بالاصفر هنا، واول ما اطبعها بعمل عليها بالاخضر هنا عشان اشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني، لان كان عندي حاجات النهارده ما كنتش لسه طبعتها وطبعتها لما وصلت هناك. اول حاجه الميعاد. بالنسبه للميعاد في تو اوبشنز، يا ويتنج ليست يا تحجزوا من نفسكم. واو، ممكن تحجزوا من نفسكم صح، وممكن تحجزوا مع الشركه. الويتنج ليست بتعملوه ازاي؟ بتدخلوا مثلا على الويب سايت بتاع السفاره. يعني انا مثلا عشان عايش في دبي عايز اقدم على المانيا، فبكتب في اف اس، ده المكتب اللي بتقدموا منه الشنجن، في اف اس جيرماني دبي، وبفتح اول لينك بيكون فيه البروسيس بقى والورق والكلام ده كله، بيبقى فيه مكتوب بوك يور ابوينتمنت. فبضغط عليها، بعمل اكونت على في اف اس، ايميل بس وباسورد، وبتعملوا اكتيفيشن من الايميل بس كده، بيدخلكم بعدها على في اف اس. بعدين بتكتبوا بقى ان انتوا عايزين تحجزوا ميعاد تورست شورت تيرم. لو مفيش مواعيد بيديلكم اوبشن ان انتوا تكونوا على الويتنج ليست. فالويتنج ليست بقى بيفتح لكم بيج تانية بتكتبوا فيها الباسبور بتاعكم هيخلص امتى، رقم موبايل، الايميل، واسمكم وتاريخ الميلاد. بس ده كل اللي بتعملوه. بعدين بيقول لكم انتم موافقين مثلا تدفعوا الفيس بتاعه الفيزا كذا كذا كذا، تقولوا تمام وخلاص بتكونوا على الويتنج ليست. يعني انا كنت على الويتنج ليست بتاع اليونان الميعاد بتاعها 80 درهم او 88 درهم، وكنت على الويتنج ليست بتاعه المانيا الميعاد بتاع المانيا ب 145 درهم. وجالي الويتنج ليست بعدها ب3 ايام. انتوا في اوبشنين اصلا، انتوا ممكن في الويتنج ليست تعملوا ان انتوا عايزين تكونوا ويتنج ليست على دبي، تقدموا مثلا في دبي، او ويتنج ليست في ابو ظبي. بصراحه ما اعرفش مصر يعني هل في اف اس اسكندريه، في اف اس القاهره ولا لا. بس انا ممكن اوريكم. بصوا، حتى بيقعد يبعت لي ريمايندر انه الميعاد بتاعي ده مثلا ميعاد المانيا، بيبعت لي ريمايندر ان الميعاد بتاعي خلاص هيقفل، فلازم احجز السلوت. فموضوع الويتنج ليست ده حلو جدا، بالذات لو انا مثلا المانيا كنت قدمت عليها الفيزا قبل كده وسافرتها، فلو قدمت تاني بيبقى فرصتي احسن ان هم يدوني مده طويله. دي اول حاجه. غير الويتنج ليست، تاني حاجه ان انتوا ممكن تحجزوا عن طريق شركه. ساعات انا بعملها مثلا لو مش بكون فاضي او مش بعرف اعمل ميعاد، فبكلم شركه سياحه بقول لهم انا محتاج ميعاد، بتكون حوالي 250 درهم 200 درهم، وهم بيدوني الميعاد في وقتها. انا المره دي صاحبي قال لي ان هو حجز للسويد، ان السويد فيها مواعيد، فروحت نفس اليوم فتحت السويد، لقيت فعلا في مواعيد بعد تقريبا اسبوع. يعني انا النهارده كان معادي بس انا حاجزه من اسبوع. فدخلت على الويب سايت، وحرفيا دي ارخص ميعاد حجزته في حياتي. الميعاد سعره 38 درهم بجد، ده غير يعني فلوس الورق وغير فلوس الفيزا. فانا بحجز الميعاد بكتب برضو نفس البيانات بتاعه الويتنج ليست وبطبع الميعاد. دي اول واهم حاجه. بعد ما تطبعوا الميعاد بتختاروا التواريخ اللي انتوا عايزين تسافروا لها. يعني انا مثلا مقدم دلوقتي في شهر 1، انا قايل لهم ان انا عايز اسافر مثلا شهر 2 شهر 3. بحدد التاريخ اللي انا هوصل فيه البلد دي والتاريخ اللي انا همشي منها، لان كل الورق بيكون مبني عليه. تاني حاجه ان انا طبعت اول 2 بيجز من الباسبور. اول بيج اللي هي بيبقى فيها الصوره، تاني بيج بيبقى مكتوب تحت كده توقيع، فالمفروض بتوقعوا بخط ايديكم في الباسبور وبتطبعوها. دي حاجه مهمه. تاني حاجه لو انا معايا فيز شنجن قديمه برضو بطبعها. انا مثلا عندي فيزة امريكا فطبعتها. تالت حاجه وهي الابليكيشن. بتجيبوا الابليكيشن ازاي؟ لان كل سفاره ليها ابليكيشن. يعني مثلا المانيا كان الابليكيشن بتاعها اونلاين، وبعدين بطبعه بيبقى فيه الكيو ار كود بتاعي، فهم لا لما اروح في اف اس فبيعملوا سكان. في الدنمارك ليهم سيستم معين بتعملوا ابلود لكل الورق وكل الحاجات، وبعدين بتطبعوا مثلا الريسيت بتاع الابليكيشن، مش بتجيبوا الابليكيشن معاكم. فكل بلد ليها سيستم او ابليكيشن معين. فانتوا من في اف اس مثلا انا قدمت السويد، ففي اف اس سويد على الويب سايت بتاعهم في داونلود فورمز،
فكان عندهم الفورم، دي كانت اصغر اصلا ابلكيشن، هي نفس الابلكيشنز التانية بتبقى سبعة بيجز، بس دي مصغرين الاسئله في البيج الواحده. فعملت لها داونلود، حطيتها على كانفا ومليتها. وانا كان الموضوع الصراحه بالنسبه لي اسهل، لان انا اوريدي مليت الابلكيشن ده كذا مره قبل كده، فبس بعمل كوبي بيست للبيانات بتاعتي، وبغير البلد وبغير التواريخ. الابلكيشن ده حاجه مهمه جدا. هو اصلا اول لما تروح في اف اس، اول ورقه بتكون على الوش هي الورقه بتاعه الميعاد، تاني ورقه بتكون ورقه الابلكيشن، لان بيبقى فيها كل التفاصيل بتاعتكم. تالت حاجه الصور. لما جيت اقدم على امريكا كانت الصوره مربعه، لما الشنجن بيبقى ليها صوره بقياس تاني، فانتوا محتاجين تتاكدوا من ده. بالنسبه مثلا اللي هنا في دبي، فانا لما بروح استوديو او اتصور فيه، فبقول له عايز صوره للشنجن او صوره لامريكا، هو بيكون عارف. بس لو انتوا رحتوا لحد او مكان هو مش عارف، فانتوا تشوفوا على جوجل المقاسات بتاعه الصوره وشكلها والخلفيه بتاعتها، ومش عارف ودانكم تكون باينه، تكونوا ولا مكشرين ولا بتضحكوا، تكونوا ستريت يعني. فدي حاجه مهمه جدا. اللي بعدها البنك ستيتمنت. انا اكبر غلطه عملتها، انت رفضت قبل كده 4 مرات، اكبر غلطه كنت بعملها ان انا بطبع البنك ستيتمنت اونلاين، يعني بعمل بنك ستيتمنت، وحتى كان بيكلفني اكتر، يعني مثلا لو هو 70 بيج فالبيج بدرهم، فبدفع 70 درهم، في حين ان هم اللي هم عايزينه بالبنك موقع ومختوم من البنك. والبنك ده بيكلفني تقريبا 25 درهم ايا كان عدد البيجز، وبيختموه ورقه ورقه، يعني حرفيا الراجل امبارح يفتح بيج يختم بعدها تك 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 تك. ده حاجه مهمه جدا عشان بيكون فيريفايد، اللي هو لان انا بحس هم ممكن يكونوا شاكين ان انتوا لو عملتوا ستيتمنت ممكن تكونوا لاعبين فيه، ممكن تكونوا عاملينه فوتوشوب، يعني دي حاجه سهله جدا تقدروا تعملوها. فالاحسن انتوا تجيبوه من البنك دايركت. بعدها فندق برضو بحجزه مؤكد. انا عايز اقول لكم اصلا المره دي سعر الفندق في الايام اللي انا هقعدها اعلى من سعر الطيران، يعني الطيران المفروض المحجوز اميريتس. فندق، حاولوا تختاروا مكان في سيتي سنتر، حاولوا تختاروا مكان مثلا يكون ريفاندبل، وريفاندبل كمان قبل التشيك ان بساعتين 4 لو تقدروا، ب 12 ساعه كمان لو تقدروا. ده بيدي مصداقيه اكتر، ان انتوا لما تدفعوا الفول بيمنت بتاعه الفندق وتروحوا للسفاره، فهم بيبقوا واثقين خلاص انتوا بس البنك ستيتمنت الفلوس اللي معاكم دي اللي انتوا هتصرفوها في الاكل والشرب. والطيران نفس الموضوع. لو الطيران، بس مشكله الطيران ان ممكن يبقى الطيران مثلا ب 4000، وعشان تعملوا الريفند ده قبل ما الطياره تطلع بساعتين بيكون ب 6000، فبيبقى اعلى بكتير. بس دي حاجه لما جربتها الصراحه يعني ساعدتني ان انا اخد الفيزا، حتى ممكن لو بقيت الورق مش اقوى حاجه، بس دي بالنسبه لهم يعني خلاص انا متاكد ان انا رايح كل حاجه كونفيرم، مش رايح اي طيران، مش رايح مثلا ويز اير، مش رايح ايزي جيت، مش رايح اي طيران رخيص، انا رايح طيران غالي. فانا يعني رايح سياحه، انا مش رايح مثلا ادور على شغل، مش رايح ان انا اقعد في البلد دي. وانا بصراحه كشخصيا يعني عمري ما اعمل كده، عمري ما اقدم مثلا على فيزا سياحه وانا هروح اشتغل او هروح اعمل حاجه. ده الفندق والطيران. الانشورنس، حد معاه الباسبور المصري فهو بيكون وراه انشورنس كده، بيبقى فيه تامين 30,000 يورو. انا بصراحه بفضل ان انا اعمل انشورنس خارجي، يعني بدخل على ويب سايت اسمه AGI انشورنس، وبقدم على انشورنس، مثلا بقول له انا هسافر الدوله دي من التاريخ ده للتاريخ ده، فبعدين بيعمل لي كالكوليشن كده ويقول لي التوتال برايس كذا. لو انا حتى غيرت التاريخ خليته مده اطول شهرين مثلا، عايز التامين بيبقى سعر الدبل او تريبل، فانا بحددها على حسب المده اللي انا عايز اسافر فيها، بعمل التامين منها وبيجي في وقتها ما بياخدش وقت. ترافل بلان، اهم حاجه تاخدوا بالكم انتم مسافرين في اي شهر واي دوله. يعني مثلا في دول بتبقى كلها تلج، يعني مثلا اقدم السويد كلها تلج في الوقت اللي انا عايز اروح فيه، اللي انا كاتبه في الابليكيشن هتبقى كلها تلج. ففي اماكن بتقفل الساعه 3 بدل ما تقفل الساعه 5 في الايام العاديه. في ايام بتبقى الشمس فيها بتغرب الساعه 3 ونص. في ايام بتكون في حاجات بتكون قافله، يعني في فيريز ومراكب في الميه بتكون قافله، او بيبقى في بحيرات متجمده. فدي حاجه مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتكتبوا البلان. اسالوا شات جي بي تي، قولوا لهم ان انا هقعد في الفندق ده، فحط لي حاجات قريبه شويه، حط لي مطاعم بتكون فاتحه في الوقت ده، حط لي اماكن افطر فيها في الوقت ده. يعني بصوا حاولوا تظبطوها، دي اهم حاجه يعني تقعدوا عليها كتير جدا وانتوا بتكتبوها، عشان دي حاجه هتفرق. وما ينفعش ان انتوا تخيشوا. انا مثلا عملت المره دي وانا بكتب ترافل بلان، عملت نوتس كده بالنجمه كده ان المكان ده بيقفل كذا 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 فلازم اروحه بدري، المكان ده مش فاتح اليوم ده فممكن بلان بي ان انا اروحه في اليوم الفلاني، فكده فقعدت احط نوتس كامله في الترافل بلان بتاعتي، فتبين لهم ان انا فعلا تعبت عليها، ان هي مش كوبي بيست. او معظم الشركات بتبقى بتعملها كوبي بيست، يعني بتبقى في مثلا تمبلت فببعتوه لكل الناس. مش كل الشركات الصراحه، انا شفت شركات هي بتعمل كاستمايزيشن، بس معظم الشركات بتعمل تمبلت جاهزه. يعني انت رايح اسبانيا عايز ورق اسبانيا، خد الترافل بلان بتاعت اسبانيا، انت كمان خد نفس الترافل بلان بتاعت اسبانيا عادي، بس هنغير الديتس بتاعتها عشان يستسهلوا. فدي حاجه مهمه جدا، وانا افضل انتوا تكتبوها بنفسكم بالذات.
حتى لو انتم مقدمين تبع شركه وهم عاملين لكم الورق. فانا شايف ان الانشورنس والترافل بلان والفندق والطيران تعملوه بنفسكم، لان الشركات لما بتعمل الطيران والفندق بيبقى حجز مبدئي مش حجز مؤكد، ولكن اللي انا بتكلم فيه ده حجز مؤكد. بعدها الكفر ليتر، انتوا مين، بتعملوا ايه، اكتبوا فيها مثلا تو ذا ام بي سي اوف كذا كذا كذا، الديت، الرقم الموبايل، الايميل بتاعكم، وانا اسمي كذا 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 كذا، ده رقم باسبوري كذا كذا كذا، اقامتي او الاي دي او بطاقتي رقمها كذا 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 كذا، وانا عايز اسافر الدوله الفلانيه من التاريخ ده للتاريخ ده، وانا عايز اسافر عشان انا بعمل كذا 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 في حياتي، وهدفي من السفر هو ان اشوف مثلا اعمل ايه، اشوف الكالتشر، اشوف الاكل بحبها من المسلسلات. اكتبوا يعني حاجه حقيقيه او حاجه انتوا شايفينها ممكن تكون فعلا مقنعه وبتعبر عن شخصيتكم. ده الكفر ليتر. وتحت بقى بتكتبوا الايميل ورقم موبايلكم. وبعد ما تطبعوا الورقه بتمضوا عليها. والحاجه التانية اللي بتمضوا عليها هي برضو الان او سي. لو انتوا شغالين في شركه بتجيبوا منها ان او سي، نون اوبليجيشن ليتر، انه احنا كشركه مش ممانعين ان الشخص ده يسافر في التاريخ ده للتاريخ ده. انا قبل كده مثلا كنت شغال في شركه فجبت لهم فقلت لهم انا عايز ان او سي اقدم بيها بس الميعاد، حتى بعد ما اخد الميعاد ممكن مش شرط اسافر يعني في الوقت ده، بس انا هظبطها معاكم، بس انا محتاج الان او سي دي. فالشركه قالت لي ان احنا ما عملناش ان او سي قبل كده للسفر، فانت قول لنا الفورمات واحنا نعملها. فانا كتبتها واديتها لهم، هم وقعوها وختموها. بس الفورمات دي ممكن تجيبوها من شات جي بي تي، ممكن تجيبوها من جوجل، او ممكن تكتبوها بنفسكم، يعني تفهموا مثلا فورمات ايه اللي المفروض يتكتب من على جوجل وانتوا تكتبوها بنفسكم. طبعا تجيبوا الباسبور معاكم، وكوبي بقى مثلا من الاي دي او البطاقه، من الباسبور، من الاقامه. ولو عندكم اقامه قديمه، لو انتوا عايشين بره يعني في اي دوله خليجيه، تقدموا بالاقامه والاقامه القديمه تطبعوهم. وبس ده كل الورق. بعد ما عملت انا حرفيا بجد الورق ده كله عامله اول امبارح، وانا معادي النهارده لان ما كانش عندي وقت. بس هي الفكره ان انا اللي ساعدني ان انا كنت مالي الورق ده قبل كده، فبس غيرت المواعيد وغيرت الدول وكتبت الترافل بلان يعني عدلت حاجات بسيطه، ده اللي ساعدني. بالنسبه للفندق والطيران انا بستخدم ويب سايت اسمه دامي تيكت، هو مش اعلان، بس ممكن اسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن لو عايزين تشوفوه. هو ده اللي بيحجز لي بقى الحاجات المؤكده وكده، وبعدين بيلغيها بعدها ب3 اسابيع. رحت الميعاد بتاعي، رحت بعد الميعاد بتاعي بنص ساعه. يعني انا كنت قبل كده في ابو ظبي لو الميعاد بتاعي 9 وانا جيت 8 او جيت 7 مستحيل يدخلني قبل الميعاد بنص ساعه. في دبي الموضوع قشطه، الدنيا في اللذيذ عادي. فالنهارده جيت بعد ميعادي تقريبا ب 20 دقيقه او ربع ساعه، دخلوني عادي. قعدت جوه ساعه بالظبط، بس ساعه عشان مستني دوري في البايومتريكس. تشيكوا على الورق ومتاخدوش في جيبكم اي حاجه غير الموبايل والاميريتس اي دي، ممكن مش عارف لو سالوا عليه او حاجه، او لو عايزين تطبعوه لو انتم مش طابعينه، او البطاقه يعني بتاعتكم. وشافوا الورق وقالوا لي كذا كذا كذا، قلت لهم لا انا شايف كذا، قدموا لي بكذا. قلت لهم كمان انه يكتبوا لي ان انا عايز الفيزا 5 سنين. انا كده كده كاتب في الابلكيشن بتاعي انا عايزها مالتي، لان في ساعات ممكن يدوها مالتي بس لمده شهر. فانا قلت لهم يكتبوا نوته كده كبيره ان انا عايزها 5 سنين في اول بيج خالص في الابلكيشن. واديكم برضو ابديت لما الباسبور يجي لي. وبعدها بس خد البايومتريكس بقى، بيصوروني صور كذا صورة وياخدوا البصمات بتاعة الايد وخلاص. بس بيدوني بقى ريسيت وبستلم بيه الباسبور، والريسيت تقريبا في جيبي. وبس والله ده كان كل حاجة عن التقديم على فيزا الشنجن. لو محتاجين اي حاجة او عندكم اسئلة ابعتولي على الانستجرام، انا برد على الانستجرام، ابعتولي دي ام او سيبي كومنت هنا. وبس والله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وسلام.